السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صديقي، احنا عايشين في زمن السوشيال ميديا بتاخد من وقتك، بتعرف تفاصيل عنك أكتر من أهلك ومن أصحابك ومن نفسك. ممكن تبقى عارف تفاصيل أكتر من نفسك أصلا، لدرجة إنك أنت ممكن تصحى من النوم تمسك التليفون تفتح التيك توك من غير ما تغسل وشك، من غير ما تقوم تعمل أي حاجة. أول حاجة تمسك التليفون تفتح أي سوشيال ميديا تقلب عليه. وممكن برضه تكون بتصحى الليل كله ماسك التليفون عشان تشوف القصص بتاعت أصحابك أو الستوريز بتاعت أصحابك والناس اللي أنت تعرفها. لو أنت فيك الحاجات دي كلها، الفيديو ده ليك. هقولك إزاي السوشيال ميديا بقت زي السم، بتغلغل في دمك من غير ما أنت تحس، وإزاي توقف السوشيال ميديا قبل ما تسيطر في حياتك. ودلوقتي هسألك 3 أسئلة، لو جاوبت على واحد أو اتنين منهم فأنت في خطر وممكن توصل إنك أنت تكون مدمن السوشيال ميديا. قبل بداية الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتصلي على النبي، وتكتب لنا في التعليقات رأيك في الفيديو، وقلنا عايز الفيديو الجاي يكون عن إيه. يلا بينا نبدأ الفيديو. ودلوقتي هسألك 3 أسئلة، لو جاوبت على 2 على الأقل فأنت في خطر، لو جاوبت على 3 فأنت مدمن السوشيال ميديا. السؤال الأول هو: هل لما تصحى من النوم أول حاجة بتعملها بتمسك التليفون تفتح برنامج معين بتاع السوشيال ميديا، تيك توك، فيسبوك دي؟ لو جاوبت صح فأنت ممكن تكون في خطر، عشان دي حالة من حالات الإدمان. السؤال الثاني: هتمسك التليفون تلقائي يدك بتجي على تطبيق معين، جبت على ده برضه فأنت بنسبة كبيرة أنت في خطر وقربت تخش في الإدمان، ممكن تكون مدمن لو جاوبت على السؤال الثالث. السؤال الثالث هو: لو أنت دخلت على استخدامك للتليفون في اليوم هتلقاه فوق ال5 ساعات. لو استخدامك فوق ال5 ساعات بكتير فأنت مدمن السوشيال ميديا. إجابتك نعم على الثلاث أسئلة، فأنت وقعت في فخ الإدمان. وصف الدكتور آدم ألتا الوصف الدكتور آدم ألتا هو: الإدمان الحديث اللي هو إدمان حاليا مش الإدمان اللي هو الكحول أو الحاجات اللي هي المدمنة المعروفة، ولكن التليفون والسوشيال ميديا اللي بتقطع تركيزك، أو في مقولته بتذبح تركيزك. دلوقتي على سلبيات السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مش مجرد تسلية، ده سلاح ذو حدين. الحد الأول هو: خليك تقارن نفسك مع الناس، يعني كل ما تشوف بوست لحد تقول أنا ليه مش زيه، أنا ليه كذا وليه كذا، دي بتبقى مقارنة. زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى ما هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى ما هو فوقكم، وهو أجدر ألا تذروا نعمة الله. الحد الثاني هو تسرق وقتك. أنت بتكون ماسك التليفون، مثلا في ماسك التليفون بتقلب على التيك توك، في الفيديو الأول، الفيديو التاني، الفيديو التالت، الفيديو الرابع، تقعد بالساعات وأنت مش حاسب ولا حاجة. من 15 دقيقة أو تلت ساعة على مذاكرة، تخش تلقى نفسك قاعد 3 ساعات، 4 ساعات أو ساعتين. أنت مش حاسس بالوقت، حاسس إنك أنت قعدت 10 دقايق مثلا على التيك توك وأي موقع سوشيال ميديا أو برنامج سوشيال ميديا. لو انت حسبت الوقت اللي بتضيعه على السوشيال ميديا هتلقى انه ممكن تتعلم لغة جديدة او مهارة جديدة في حياتك تفيدك في المستقبل وتفيدك في دراستك. ده مش حد بس، ده في حد ثالث. تعال اقول لكم ايه هو الحد الثالث: بتدمر صحتك النفسية. يعني ايه بتدمر صحتك النفسية؟ في دراسة في جامعة هارفارد بتقول، لو قلت الحياة اللي في الدراسة دي يعني حرفيا تصدمك. بيقولوا أثبتت أن الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا بيزود الاكتئاب بنسبة 30%. أنت متخيل يعني إيه؟ يعني أنت لو استخدامك للسوشيال ميديا بيخليك زعلان، بيخليك حزين، بيخليك مكتئب. يعني دي حاجة مفاجئة بالنسبة لنا، أول ما نعرف المعلومة دي مفاجئة جدا. حد يجي يقول لي أنا دلوقتي مدمن السوشيال ميديا وعايز أخلص مني، أعمل إيه؟ دلوقتي في الجزء الثالث من الفيديو وهو الحلول الفعالة للتخلص من السوشيال ميديا. قبل ما نبدأ الحل ما تفتكرش إن الحل صعب. أنت آمن بالله وخش في الحلول وطبقها، واستعن بالله وحط في نيتك نية خالصة إنك تتخلص من العادة دي ومن الإدمان ديتي، وربنا يساعدك في التخلص من السوشيال ميديا والإدمان. في تليفونك في حاجة اسمها الرقابة الذاتية، لو مش قاعدة معاك في برامج، يكون في برامج مخصصة بالحكاية دي. البرامج دي بتعملها، بتحط جدول، الجدول ده في الوقت ده يكفي التليفون ما تقدرش تفتحه لغاية الوقت كذا مثلا. مثلا في اليوم أنت عايز تذاكر من الساعة 8 من الساعة 6 الصبح
لغاية الساعة 10، فأنت بتكفي الوقت ديتي ما التليفون ما يفتحش معاك، وتبقى مركز التركيز كامل على المذاكرة، ما تتشتتش مع التليفون. والحل التاني، الحل أنا عملته وحرفيا هيفيدك جدا. احذف أي تطبيق أنت مدمن عليه. مقبولش هنمشيها واحدة واحدة كل يوم نقلل في الوقت، مش تقدر. احذف على طول أي تطبيق مدمن فيه، احذفه على طول ما تفكرش. ده هيفرق معاك جوا. ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. تالت حاجة، استبدل عادي. بدل ما انت بتمسك التليفون مثلا 5 ساعات في اليوم، اقرا لك كتاب، اقرا قرآن. كل ما تفكر إنك عايز تفتح السوشيال ميديا أو تمسك التليفون، امسك الكتاب، اقرأ صفحتين من القرآن، صلي ركعتين. أهم حاجة حاول، يعني أول ما تجيب الوقت اللي أنت خلاص هتمسك التليفون، اعمل حاجة تانية، أي حاجة تانية تنسيك وتشتتك على التفكير دي. وتقدر برضه تقابل أصحابك، تقابل أهلك، تقعد مع أهلك. أهم حاجة تبقى بعيد عن التليفون في الوقت دي. رابع حاجة دي هي صعبة، بس لو عملتي تبقى انت عملت انجاز كبير جدا. هتعمل تحدي كل اسبوع او كل فترة، كل في اسبوع يوم واحد، يوم كامل 24 ساعة بدون تليفون. لو قدرت تعمل التحدي ده فانا اضمن لك بنسبة 90% انت خلصت من ادمان السوشيال ميديا. بعد ما جاب التجربة دي هتشوف ان الدنيا حلوة وجميلة جدا من غير التليفون. خلاص مش همسك التليفون تاني. مش عارف. في النهاية ما تخليش السوشيال ميديا تتحكم فيك. الحياة الحقيقية أجمل بكتير وجميلة جدا. أنت لما بتخش في السوشيال ميديا، في ناس بتبقى مدمنة السوشيال ميديا ليه؟ شايفة إنه الحياة الخارجية والحياة العادية حياة مملة جدا، فهي بتهرب من هي للسوشيال ميديا. ولكن أنت بتخدع نفسك والشيطان بيخدعك. السوشيال ميديا دي مضرة جدا جدا. الحياة العادية أجمل. بتقرأ كتاب، مجرد الحاجات دي مفيدة جدا، هتفيدك في المستقبل وتفيدك في الآخرة وتفيدك في الدنيا. وفي الآخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتحط لايك للفيديو وتفعل زر الجرس وتصلي على النبي وتقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وانت أكيد عارف الأجر. يلا نشوفكم على خير. وقبل ما تقفل الفيديو، اوعى تقفل الفيديو، اوعى تقفل الفيديو. قبل ما قبل ما تخلص تقفل الفيديو وتنزل في التعليقات قول لي ايه أول خطوة دخلتي إنك تتخلص من السوشيال ميديا وإدمان السوشيال ميديا. اوعى تقفل الفيديو. قول قول كتبت في التعليقات، حطيت لايك، صليت على النبي، قلت سبحان الله وبحمده. أجبكم على خير.